طبعا كلنا بندور على البروفيشناليزم في الشغل بتاعنا، ميجرلي بتبقى في الاكسل. اي شغلانه بتتطلب ان انت تعمل عليها تقارير، تجمع فيها داتا، تعمل اي حاجه انت محتاجها في شيت اكسل عشان تطلع داتا وتطلع ريبورتات. هنتعلم مع بعض في 20 ساعه الاكسل من A to Z، سواء انت كنت بيجنر كنت ادفانس، هتعلم تيبس وتريكس مهمه جدا نشتغل عليها مع بعض ونقوي ازاي نكمل ديفلوبمنت على الموضوع ده، خصوصا ان الاكسل مش ماده صعبه ان انت تاخدها وتطور نفسك فيها، لا ده اسهل طريق تكمل بيه في الاكسل ان انت تتعلم ازاي تدور على المعلومه وتذاكرها كويس وتطلع منها انتاجيه. معاكم محمد حمزاوي، ساب كونسلتنت في ماجد الفطيم ويز اكسبيرينس 5 سنين في الاتش ار. تعالوا بينا نشوف شويه تيبس وتريكس بنحتاجها في الاكسل وبنعملها ازاي. تعالوا نشوف مع بعض لو عندنا داتابيز فيها بلانكس مش متظبطه عايزين نعمل لها كاتيجوريز نعمل ايه. ببساطه شديده نحل اول مشكله وهي البلانكس. فانت عندك الكولوم ده فيه بلانكس كتير، فانت هتسلكت عليهم، هتنزل كده كنترول شيفت سهم تحت، تسلكت عليهم كلهم، تطلع لحته اخر واحده سهم من فوق، سلكت كده، وهندوس مع بعض كنترول جي سبيشال، عايزين نعلم على البلانكس فهنقول بلانكس، اوكي، هايلايتد على البلانكس. طيب ندوس ايكوال ونسلكت الخانه اللي فوقيها اللي احنا عايزين نحطها، ندوس كنترول انتر، مالينا الداتا بالبروبرتي. طيب لو عايزين نقسم كاتيجوريز ونعمل فورمات للداتا اللي عندنا فهنعمل ايه؟ هندوس كنترول اي، كنترول 1، وهنقول alignment center، وهنقول له اوكي. كده كلها بقت في النص. لو عايزين نعمل فلتر من غير ما نروح على داتا ونعمل فلتر، دوس كنترول شيفت ال، ادي الفلتر اتعمل. لو عايز تستفيد بمعلومات اكتر عن السب توتال وعايز تعمل اناليسيس ان ديب باستخدام كاونت افس سم افس وتعرف الدايناميك اريز وان انت تتحرك يمين ازاي وتعمل فيكسنج لابسوليوت ريفرنس والكولم ريفرنس والرو ريفرنس والريفرنسز ان جنرال في الاكسل، تقدر تستفيد بده معايا في الكورس الاكسل لمده 20 ساعه مع كارير كيبرز.